عمتي والحاج صبحي، هي عارفه مين الحاج صبحي، تثبت الكلام اللي انا بقوله، وقسما بالله اي كلمه بقولها هي دي الحقيقه. ويا ريت نوقف المهزله ديت. يا صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفني دلوقتي، وبنعتذر ان الفيديو ده مختلف عن المحتوى بتاعنا، بس انتم مقدرين اكيد الموقف. وقبل اي حاجه انا بشكر كل جمهورنا المحترم، وبحط تحت كلمه محترم دي 400 مليون خط. اول حاجه. تاني حاجه، انا مش طالع طبعا لهاجم ولا طالع اتكلم ولا طالع اعمل بروباجندا، الموضوع كله باختصار طالع اوضح كام نقطه معينه. بس انا احب اقول حاجه واحده بس للناس اللي بتقول ازاي انا عملت بنتي. الوضع الطبيعي لاي يوتيوبر معروف او اي يوتيوبر مشهور معروف ان التليفون التلقائي بتاعه بيسجل، ربما يجي له اي محاوله ابتزاز، اي محاوله تهديد، ايا كان، فكده كده تلقائي التليفون بيسجل. رقم ارمي تالين في الشارع وتعالى خد شروق. ده ذنب مين؟ بيخلصوا مين؟ ده انا شايف ان ده ذنب حد ربنا بيخلصه في الوقت ده من حد. شروق اللي ياما اتكلمنا وقلنا موجوده، وازاي محمد سايب بنته، وازاي ما بتظهرش، وازاي وطلعوا علينا العيله مفيش كلام من الكلام ده، وكدبوا الناس كلها وقال لك مفيش شروق ومحمد ما كانش متجوز. فجاه بقدره قادر حق ناس بتخلصوا ناس، تطلع الحاجه بنفسها تقول شروق موجوده وموجوده. هي بس في تضارب في الكلام بتاع الحاجه. بتقول ايه؟ شروق موجوده عندي في البيت عند ام سلمى. وبعدين في نص الكلام قالت ايه؟ اصل هي اما ارجع بس عشان عند امها عشان المدرسه في شبرا. طب هي في البيت عندك عند ام سلمى، ولا هي عند مامتها زي ما هي عشان المدرسه؟ في تضارب في الكلام. بس الوقت ده الكلام ده بيضرب محمد في مقتل. محمد بيحاولوا دلوقتي ان هما يخلوه يطلق مراته باي شكل كان. الكارثه في الموضوع ان هو لو طلق مراته طب ما هيرمي تليم في الشارع عشان يرجع يربي شروق. هل الكلام ده يعقل؟ الكلام ده فيه كده لخبطه وفيه كده سواد. عايز اقول لك يا حمدي، انت والحاجه انتوا بتسببوا كارثه للعيله نفسها. انتوا بتظهروا مدى ان انتوا كدبتوا على الناس ولعبتوا بيهم وبتتاجروا باي حاجه مقابل المال والشهره. دي كارثه بتقلل من مصداقيتكم قدام الناس. انت اهانتك لاخوك ديت انا بدات اتاكد ان انت من كتر قساوتك هتتسبب في دمار مستقبلك. والله بالرغم من ان انت داخل في ال10,000 وهتعمل حفله بتاعه السبوع، بالرغم من ان انت كده مش خايف على احساس اخوك حسن. يعني كده انت مش خايف على احساس اخوك حسن اللي انت قلته محمد بيضايق اخوه حسن. فانت هتعمل اسبوع السادس وحسن مش هيتضايق. كلام متضارب برضه، بس مش مشكله نعديها. نيجي لنقطه هتعمل 10 مليون. المفروض تعمل مصداقيه مع ناسك. انت مشكلتك ان انت شايف ان انت طالما الفيديوهات جايبه المليون مشاهده فانت كده لسه في الترند، فانت كده كده مش هتقع. بس والله العظيم سبحان المعز المذل، ممكن في لحظة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني أنا مش عارف إزاي يا حاجة مع كامل احترامي ليكي طالعة تقولي لابنك محمد طلق مراتك أم تليم وارميها. يعني هيرمي تليم، هو هتطلق مراته ومراته هتاخد البنت وتروح لأهلها وهيبقى في مشاكل وهيبقى في محاكم. يعني محمد مش هيشوف تليم يقوم ويرجع رب شروق اللي هي أصلا مش عندك، اللي هي عند مامتها. إزاي؟ مش عارف دماغه رايحة فين ولا منين بيودي على فين. مش عارف. الحاجة مش مرتبة الكلام، ممكن تكون بتتكلم بتلقائية بس نص الكلام بصراحة غير مقنع. الصور دي صور معمولة بتقولي كانت في برواز. الصور متقطعة ان دي ما كانتش في برواز، دي مطبوعة ومحطوطة على لزق. قلت يا حاجة ان انت واخداها معاكي من هناك وهي متقطعة. كلام برضه انا ما دخلش دماغي بس عديها، لان انت زي والدتنا وما نقدرش نكدبك حتى لو انت غلطانه في الكلام. بس الكلام واضح ان انت بتحاولي تضغطي على الاء انها تطلب الطلاق. بس راعي ربنا في تلين من ابنك، راعي ربنا في تلين. لان تلين لو مامتها اتطلقت فهي بابا هتاخد البنت وهتبعد عن محمد، فهو كده تلين اترمت في الشارع. وانت بتقولي تعالى ربي شروق وطلع شروق معاك. طب ما توفقي بين الاتنين، طب ما تسيبوه خالص يعيش حياته. يعني بصراحة فيديو غير موفق سيان بترتيب من حمدي او الحاجة هي اللي طالعة تقول الاتنين. انا شايف ان هو وقت غير موفق، وقت غلط جدا.
الحاج رزق وولاده سكتوا ما اتكلموش، وناس كمان فهمت رأيي غلط اما انا قلت ايه المفروض ان اهل البنت دايما يطاطوا. مش معنى ان يطاطوا ان يتنازلوا عن كل حقوقهم، معنى كلام ان يطاطوا ان يعني ما يشدوش في العريض، مش اي حاجه على التافه واللي ملوش لازمه يخشوا عليه الترند. مش لازم أن يدخلوا كل الامور في بعضها علشان خاطر برضو يبقى الامور طيبه، البنت تبقى تعيش وتتعايش. هو ده المقصد من كلمه اهل البنت لازم يمشوا المركب. لكن في ناس تانية تقول لك ايه، تعالي طلقك واجوزك الصبح، وتبقى اخرتها مطلقه، ويوم ما هتتجوز كسر بني ادمين. مفيش مطلقه هتتجوز جوازه سبيشيال لان هي خلاص جربت مره. فالمفهوم المتعارف في وسط المصريين ان خلاص الامر بات ليفل تاني، او يعني اقولها لكم ازاي مش عارف، يعني اللي بتبقى ايه، مش قصدي اهين طبعا على المطلقات، بس انا قصدي اقول يعني بتبقى بالنسبه للشباب دي جربت فيبقى لازم دي مطلقه فعندها مثلا طفل، او مطلقه فهتاخد واحد نفس ظروفها، مش هتاخد واحد وش القفص. ده احنا بنقول دي المفهوم عندنا. فكل واحد لازم يحافظ على بنته طالما خلاص وافق على الولد واتجوزه وخلفه، يعني معنى كده ان هو اختار لها الولد الصالح من ناحيه من جاءكم للزواج فزوجوه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قالوا ايه؟ لدينه ولا حسبه ونسبه، ينطبق على البنت والولد. زوجوا الاولاد لدينهم. فانت اتجوزت بنتك لواحد متدين فخلاص هتعيش مرتاح، مش متدين يبقى انت بتشيل ذنبك. لكن لو قعدنا نمشي على مثل طلق ده خلاص مش عجباني، مش رايقه معايا، طلق. طب ما هيرمي تليم في الشارع، يبقى انتوا افتريتوا على البنت. والظلم ظلمات يوم القيامه. انا الفيديو ده طالع بصراحه معترض جدا على اللي حصل من الحاجه، وبترتيب حمدي معترض جدا عليهم، لان انتوا كده هتيجي الطفله ديت اللي انتوا هتتسببوا في رميتها في الشارع بعد طلاق امها، هتبقى خصمتكم يوم القيامه لان هي ملهاش ذنب. خلاص اللي حصل حصل. لو هو محمد غلطان زي ما بتقولوا والبنت وحشه، اللي حصل حصل، ومحمد خد مراته وبعد عن العيله كلها. سيبوه في حاله، سيبوه يبدا حياته، سيبوه بعيد عنكم، وارفضوا ان هو يرجع يصور معاكم، ارفضوا ان انتوا تعيشوا وتتعايشوا معاه. ابعتي له بنته يا حاجه شروق، لو انت بتقولي انها مامتها سابتها عندكم بتقولي انا مش عارفه اربيها، ابعتي له بنته هيربيها. ما تقنعنيش ان هو يرمي بنته في الشارع، لان لو بالسهل عليه كان رمى تالين دي في الشارع. محمد لو جرب زي ما انتم بتقولوا وعنده بنت كبيره، فهو جرب قساوه بعد الطفل ابنه عنه، فالوقت مش عايز يكرر نفس الغلطه تاني، وانتوا بتضغطوا عليه يكرر نفس الغلطه تاني، وبتجبروه كمان ان يطلق مراته ويرمي بنته اللي شالها وفرحان بيها يرميها في الشارع، على حس ان هو كان عنده شروق ولازم ترجع تربيها. حاجه انت كبيره، وفقي الاولاد بين بعضهم. انت طالعه بتقولي له لو اتكلمت. انا شايف ان محمد في خلال الايام اللي فاتت ما اتكلمش لا ده ولا على ده. محمد ساكت وشايف شغله وبيسمع الكلام، اما بنقول له بلاش يا محمد تعمل كذا بيسمع الكلام. انتوا اللي بتضغطوا عليه. والفيديو طبعا الحاجه كانت طالعه بترقص فيه وفرحانه على جزء معين لما غنت له ده انا ام البطل والكلام من ده. انا شايف ان هي بتحاول تنكد على البنت، على الاء، لحد ما البنت تنفجر وتقول له طلقني، العيشه ما بقتش مستحمله معاك. بس والله العظيم كلكم هتشيلوا ذنب الطفله اللي هتبعد عن حضن باباها ومامتها بسببكم. كلكم هتشيلوا ذنب تالين بسببكم. ربنا يهدي النفوس ويعقل كل الناس. بصراحة سديتوا نفسي عن الدنيا، لأن في ناس ما كنتش هصدق إنها توصل لخراب بيوت ولادها، لكن بالعكس أنا اقتنعت إن في ناس ممكن تخرب بيوت ولادها بسوء تصرف. بلاش يا حاجة تبقي زي القطة اللي كلت عيالها عشان خايفة عليهم. خلي ابنك يربي بنته تلين في حضنه وفي حضن امه وحشه حلوه هي لنفسها، هي مش ضراكوا في حاجه، هي دلوقتي بعيد عنكم، سيبوها في حالها وسيبوا محمد في حاله. والله كلمه من قلبي لله، بلاش تخسروا تالين زي ما خسرتوا قبل كده شروق، عشان ربنا ما يخسركوش حاجات تانية كتير جدا. انتظروني الفيديو اللي جاي.